محمد بن سيرين جه في آخر حياته كده استلف 40,000 دينار عشان يتاجر في الزيت. فوجد ان الزيت في أصل عصره كان في فأرة في العصارة، وكان يذهب إلى ان الايه قليل النجاسة تؤثر على كثير المائع وقليله ولا وتنجسه. مذهبه واكثر اهل العلم يخالفوه، لكن المهم يعني ان هو عمل كده، راح واخد كل فناطيس الزيت اللي هو اشتراه 40,000 دينار تصور، وحطها في الشارع واذن للفقراء ان ياخذوها كده ببلاش. عشان كده هشام بن حسان تلميذه بيشيد بيه، بيقول لاصحابه كده، بيقول لهم لقد عاصرت محمد بن سيرين، انا كان شيخي، ووالله لقد كان يترك في شيء لا ترون به اليوم بأسا. ترك 40,000 في شيء لا ترون به. بيقول لهم ساب 40,000 في حاجة النهاردة لو عرضت عليكم تقولوا لا بأس لا بأس، جائز. ساب فيها 40,000. فلما الناس خدتها قال خلاص وتوكل على الله بقى وابقى سد الفلوس. جه الدائن فين الفلوس؟ طب شوية مفيش فلوس، بحاول بتصرف، العملية عصلجت ما عرفش يجيب فلوس فحبس. فكان يقول والله إني لأعلم سبب هذه المحنة. قيل وما سببها؟ قال منذ 30 سنة عيرت رجلا فقلت له يا فقير فأفقرني الله عز وجل. من 30 سنة. ليه من 30 سنة بقى فاكرها؟ لأن الصحيفة بيضة، زي ما قال ابن الجوزي رحمه الله قلت ذنوب القوم فعرفوها. مفيش ذنوب فعرفها، انما احنا لو النهارده مثلا الواحد خبط خبطه ولا حاجه، حد يقول لك بسبب الذنب استغفر منه، انهي ذنب بقى؟ اللي عمل معاه الخبطه دي انهي ذنب؟ ال 150 بتوع الصبح ولا ال 3 4000 بتوع بعد الظهر ولا انهي ذنب؟ نسال الله عز وجل ان يسترنا واياكم وان يعافينا واياكم. من علامات ذلك انه لا تؤلمه جراحات القبائح. لما يعمل ذنب ما يحسش بجرحه ويفضل يبكي عليه سنين طويلة.